السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل القرص الناعمة المحشية بالعجوة بس دايبة وجميلة جدا. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا 2 كيلو من الدقيق، معانا هنا خميرة وبيكنج باودر، ازازة صغيرة من ريحة الموز، وعندي هنا سكر انا طحناه في الكبة، وطبعا الملح، وعندنا سمنة وزيت. اول حاجة نعملها مع بعض، نزلت كده بمعلقتين ونص من الخميرة الفورية، بعد كده ننزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، بعد كده ننزل عليهم بذرة صغيرة من الملح زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى نزلت عليهم ب3 معالق كبار من السكر البودرة. المعلقة بتاعتي كده تبقى عاملة زي الهرم زي ما انتوا شايفين. المقادير دي يا حبايبي مظبوطة 100%. القرص معاك هتطلع خفيفة جدا وفاضية كده من جوه وناعمة وجميلة وزي العسل. ال2 كيلو دي بتوعي بقى انا حطيت عليهم كيلو الا ربع سمنة وربع كيلو من الزيت زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. انا هنا بوزن معاكم بالظبط عشان خاطر تبقى المقادير بتاعتنا مظبوطة. بعد كده نزلت عليهم كده بالزيت كده بالشكل ده، خدتهم بقى يا دوب بس تفكيهم على البوتاجاز. اوعي تسخني الزيت والسمنة عشان ما تموتيش الخميرة بتاعتك. اول السمنة بتاعتنا ما بدأت تفك طفيت عليها البوتاجاز على طول. ننزل بقى بالسمنة بتاعتنا. اهم حاجة نبسس بقى القرص بتاعتنا كويس جدا على كف ايدك كده، وتبسسيها كده بالشكل ده لحد الدقيق بتاعنا ما يشرب السمنة كلها. الدقيق بتاعنا بدأ يشرب السمنة كده كلها كده زي ما انتوا شايفين. شايفين يا حبايبي العجينة بتاعتنا بقت جميلة جدا. انا كان عندي مجين بس من اللبن، حطيت عليهم شوية مية ودفتهم بس على البوتاجاز. ال2 كيلو دي خدوا معايا 5 مجات من اللبن. لو ما عندكيش لبن ممكن تدفي مية بس مفيش اي مشكلة. ولو عايزة تستخدمي لبن يا ريت تستخدمي لبن بقري، ما تستخدميش لبن جاموس لان اللبن البقري بيبقى خفيف. اهم حاجة بقى العجينة بتاعتنا ما نلتهاش خالص، احنا نلف العجين بايدينا كده بس بالشكل ده. نبدأ بقى نلم العجينة بتاعتنا. شايفين يا حبايبي العجينة جميلة جدا. اهم حاجة تمسكي حتة كده من العجينة تكوريها، لو ما شققتش معاكي تبقى العجينة كده مظبوطة 100%. العجينة بتاعتنا ولا شققت معانا ولا اي حاجة لان المقادير بتاعتها مظبوطة 100%. بعد كده بقى ننزل كده بإزازة ريحة الموز ونقلب بس زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. اهم حاجة بقى الخطوة اللي جاية ان احنا نسيب العجين بتاعنا يرتاح مدة ما تقلش عن نص ساعة. بعد كده نحضر العجوة. انا هنا العجوة حطيت عليها كده قطعة من الزبدة نيوزيلاند ومسكتها عجنتها كويس، وبدأت كده نكورها كده بالشكل ده. عملت نص القرص عجوة ونص القرص التاني عملته ملبن. بعد ما كورت كده العجوة بدأت كده ان انا
تاخدي حتة كده من العجينة تبططيها تبطيطة كده صغيرة وتحطي الكرة بتاعت العجوة وتلفيها كده بالشكل ده. انا بصراحة بحب القرص كده وسط، ما بحبهاش كبيرة ولا بحبها صغيرة. انا هنا العجينة بتاعتي كانت قد الليمونية الصغيرة، وطبعا لما تحطي فيها العجوة بتبقى كبيرة، يعني بتبقى قد الليمونة الكبيرة كده بالشكل ده. انت بقى عايزة تكبريها اكبر من كده مفيش اي مشكلة. انا هنا هنعمل صينية مع بعض، وبعد كده بقى هنعمل الكمية كلها، وبعد كده هنرجع لكم تاني. تبططيها كده على كف ايدك بالشكل ده. شايفين يا حبايبي؟ اهم حاجة ما ترقهاش خالص، يعني تخليها كده وسط. ال2 كيلو حبايبي ما بياخدوش وقت خالص، وبرضو نفرح ولادنا كده حاجة يفطروا بيها كده هم رايحين المدرسة، احسن ما تشتريها من بره بكتير. هنا بقى خلصت بقى الكمية كلها، فاضل بقى شوية صغيرين قلت نعملهم معاكم كده. دول بنعملهم بالملبن. تعمل قرص بالملبن جميل جدا. ال2 كيلو حبايبي عملوا معايا كمية كبيرة جدا. طبعا في الوقت ده ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة 160. اهم حاجة نسخن الفرن بتاعنا كويس جدا. اهم حاجة بعد ما تخلصي القرص تسيبيها كده ترتاح لمدة ساعة، عشان لما تستوي تلاقي القرص بتاعتك بقى قبة كده وفاضية من جوه. ويا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة عشان يوصل له كل جديد. هنا بقى حطيت القرص بتاعتنا كده في الرف اللي في النص. القرص قبت معانا حبايبي زي ما انتوا شايفين. هنخلص بقى الكمية كلها وبعد كده نوريكم القرص عاملة ازاي. شايفين قد ايه القرص جميلة جدا، هشة حبايبي وطعمها تحفة وريحتها جميلة خالص. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.